السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة أروع وصفة غريبة. فعلا يا نعمة يا غريبة يا بنت الناس الطيبة. الكلام ده ينطبق على الوصفة بتاعتنا النهاردة. هعملها معاكم بسر خطير، مش في مكونات قد ما هو في طريقة عمل. تابعي معايا الفيديو للآخر. بس قبل ما أبدأ معاكم الفيديو، للي ما يعرفنيش، أنا شيماء فرغلي ودي قناتي. أهلا بيكم. تعالوا بقى نبتدي كده مع بعضينا الوصفة بتاعتنا. اول حاجة طبعا معايا هنا المقادير بتاعتنا: كيلو من الدقيق المنخول، ونص كيلو من السمنة، وربع كيلو من السكر البودر المنخول. اول حاجة معايا هنا السمنة بتاعتي تخرج من التلاجة، وعلشان تختبريها مدي صباعك فيها ودخليه جوه كده، فهتخش بس يبقى فيه مقاومة بسيطة. ده الشغل المظبوط فيها. معايا الدقيق بتاعي هنا 8 اكواب دقيق، طبعا منخولين، دقيق متعدد الاستخدامات او الاغراض، او مرسوم عليه الكحك والبسكوت، او لو كان سايب هيبقى المرشدي والفرنساوي. هبتدي اول حاجة معايا طبعا السمنة بتاعتي، هضيف عليها بقى معززات الطعم اللي هي معلقة كبيرة من اللبن البودر. ده سر اللون بتاعها اللاتيه بتاع المحلات يا جماعة. عشان كده الغريبة بتاعتي اي حد بيدوقها بيستغرب انها فيها تطعيمة جميلة كده. وطبعا يعني كيسين من الفانيليا. الغريبة بيتحط لها فانيليا عادي جدا. هبتدي انا دلوقتي طبعا عكس ما انتوا بتعملوها، بتضربوا السمن والسكر مع بعض. لا، اضربي بقى السمن لوحدي. الخطوة دي بتضمن لي غريبة ناعمة جدا وسطحها املس وما فيهاش اي تخرزات او تكتلات داخلية. شايفين بعد ما ضربت السمنة بتاعتي هاشت وبقت جميلة ازاي مع طبعا الفانيليا واللبن البودر. هحط بقى ربع كيلو السكر. طبعا المقدار بتاعنا النهاردة 8 أكواب دقيق، وعليهم 4 أكواب من السمن، وعليهم وعليهم كوبايتين من السكر. طبعا انا هضرب دلوقتي السكر والسمنة. ابتدي بس بأول سرعة لحد ما توصلي لأعلى حاجة في المضرب بتاعك. ده هيخلي القوام هش معاكي. وطبعا من وقت للتاني أثناء الضرب بتاعك تريحي المضرب وتنضفي الأجناب وتنزليها عشان أي مكونات ما اختلطتش مع بعضيها. شايفين القوام يعني هش جدا. ابتديت بقى اضيف الدقيق. ما تضيفيش الدقيق مره واحده، لا اضيفي حاجه حاجه. طبعا هتقولي لي ما هي معروفه المقادير دي بتاخد دي. اقول لك لا، السمن والسكر ثابتين معانا، انما الدقيق متغير. ليه؟ لان الدقيق بيختلف من نوع لنوع. في دقيق بيقبل سمنه كتير وفي دقيق لا. فعلشان كده اعملي يا ريت الخطوه دي بحذر. ثانيا يا جماعه، السكر البودر طبعا لازم يكون منخول، ويفضل يكون الجاهز. ثالثا، السمن بتاعي لازم يكون وانتي تعيريه تسيليه الاول على النار، يعني تخليه درجة حرارة خفيفة يسيل معاكي وانتي بتعملي المعيار. وبعد كده طبعا تسيبيه يجمد في التلاجة علشان خاطر تاخدي المكاييل صح. يا ريت الغريبة تلتزمي بيها بعملها بالمقادير بالكوباية، بلاش تلتزمي بيها بالميزان. شايفين بقى الخطوة والسر معايا النهاردة؟ شايفين انا بعمل ايه في الغريبة؟ انا ما بلمهاش ولا بعمل فيها اي حاجة، انا ببسها. يا جماعة انا بستغرب انتوا بتخافوا ليه تبسوا الغريبة. سر نعومة الغريبة بتاع المحلات البس. عمرها ما هتنشف معاكي ولا هتعضم لسبب واحد، لانها ما فيهاش سوائل. ففين العرق اللي هيتكون؟ شايفين ما شاء الله من اول مرة. اللهم بارك. طلعت مش مشققة. ده اختبار للعجينة ولا مشققة، واتلمت معايا وزي الفل. يا ريت يا جماعة تبسوا العجينة. احنا في الطبيعي بنبس الكحك وبيطلع ناعم ودايب، وبنبس البسبوسة وبتطلع ناعمة ومرملة. فازاي مش عايزين تبسوا الغريبة اللي هي يعني بتاع الذوبان كله؟ شايفين انا عملت معاكم صاج تجريبي او صينية تجريبية. بلاش تدهني الصاج. شايفين ما شاء الله طلعت من الفرن ما حتى مريحتش، يا دوبك هي بتاخد القاعدة بتاعتها.
تعالوا بقى علشان نبتدي نشكلها. ويا ريت ما تسيبيش الفيديو علشان في يعني ملاحظات كده هتتقال اثناء التشكيل. طبعا الصاج بتاعنا زي ما قلت ما بندهنوش اي مادة دهنية. ثانيا تكوني مشغلة الفرن قبليها على درجة حرارة عالية، ثم هتهديها اول ما تبتدي تدخلي الصينية على درجة حرارة 160. وطبعا لو كان فرنك عالي جدا فهتدخل على 150. وطبعا انا دلوقتي معايا يا ريت وانتي بتحطي، انا معايا هنا كريز مقطعاه صغير، وطبعا زبيب والخرز الفضي ده. يا ريت لو هتحطي الزبيب ما تنسيش تغسليه علشان خاطر، وهو طبعا يعني بيجففوا برضو اي حاجة تكون حشر او اي حاجة جت عليه. شايفين ما شاء الله انا عملت اهو الصاج. يا ريت ما تضغطيش جامد علشان ما تشققش منك. شايفين بعد ما طلعت ما شاء الله ولا غلطة ولا فرشت ولا عملت اي حاجة خالص. خلي بالك التسوية عليها مدار كبير، في تسوية تخليها ناعمة، وفي تسوية تخليها يعني ناشفة او فيها عضة. شايفين دي ناعمة ازاي؟ لكن لو جبت لكم من الصاج اللي هناك ده، الصاج ده للأمانة خد مني تسوية زايدة عن اللزوم، فطبعا هتطلع ناشفة شوية. ثالث حاجة يا جماعة، بعد الغريبة ما تطلع المفروض بتسيبيها في الصاج او الصينية، ما ترفعيهاش عشان هو ده اللي بيخليها تبصم. الغريبة ما بتبانش حلاوتها ولا قوامها المظبوط ولا نجاح وصفتها غير بعد ما يعدي عليها 3 ساعات. يا ريت يا جماعة تدي الفيديو حقه، ما تنسونوش من اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة، واتمنى فعلا ما تغزلونيش وتدوني حقي في الفيديو. ولو اي استفسارات او اي حاجة انا ببقى معاكم في التعليقات. شايفين ما شاء الله السمن يتضرب الاول لحد ما يهيش معايا ويبقى قوامه كريمي. تبسي الدقيق مع السمن والسكر، لازم الخطوة دي ضرورية جدا. تدخل على درجة حرارة اقل من المتوسط 150 او 160 علشان خاطر ما تاخدش يدوبك غير لون اشقر ذهبي فاتح من تحت. يا ريت ما ترفعيهاش من على السيجان علشان خاطر ما تبصمش منك. وفي الاخر كده بقول لكم ايه رأيكم في البسكوت اللي انا عاملاه ده. انا سايبه اللينك بتاعه في صندوق الوصف. يا ريت ما تنسوش انكم تاخدوا يعني نظرة سريعة على صندوق الوصف في المكونات والمقادير وكل حاجة، يعني ان شاء الله هتعجبكم. وكل سنة وحضراتكم بخير وطيبين، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.